سؤال النهاردة في تربية المراهقين من لبنوتة عندها 13 سنة بتقول: أصحاب بنتي بيسيبوها ويخرجوا لوحدهم وده مضايقها، أعمل إيه؟ السؤال ده على فكرة متكرر جدا بالذات مع البنات اللي في مرحلة المراهقة. خلينا نتفق إنه في سببين ممكن يكون ده بيحصل عشانهم. أول سبب: وارد إن بنت حضرتك يكون عندها سمة مش حلوة أو عملت حاجات ضايقت أصحابها منها، بتتنمر عليهم، بتغلس عليهم، بتستلف منهم حاجات وما بترجعهاش، أي حاجة تكون ضايقت أصحابها منها. والحاجة التانية: وارد تكون بنتك زي الفل ما عندهاش أي مشكلة وأصحابها هم اللي مش كويسين وبيتعمدوا يعملوا كده عشان يضايقوها، فمثلا بيخرجوا وبيسيبوها وبيكذبوا عليها وهي بتكتشف الخروجة عن طريق إن هي تشوف صورهم على إنستجرام مثلا. طب أنا كأم أعمل إيه لو ده حصل مع بنتي؟ هتعملي حاجة من اتنين. أول حاجة هتفكري في الاحتمال الأولاني: وارد يكون في صفة معينة في شخصية بنتك أو عملت حاجة معينة ضايقت أصحابها منها. لو ده حاصل لازم تبقي عارفة اتكلمي معاها بمنتهى الحب وبمنتهى الحنية. هل في حاجة حصلت؟ هل في خناقة مثلا اتخانقتوها؟ هل في موقف حصل بينك وبين صاحبتك المعينة وبقية البنات قرروا ياخدوا موقف أو ياخدوا جانب البنت التانية ضدك ولا لا؟ ولو اتأكدتي 100% إن مفيش حاجة حصلت بين بنتك وبين أي حد من شلتها، يبقى بينا على الأكشن التاني. الأكشن التاني إن حضرتك لازم تخلقي لها كوميونيتيز بديلة، مجتمعات بديلة. ما توقفيش حياة بنتك على شلة معينة، فلما الشلة دي تقلب على بنتك وتغلس عليها بنتك تنهار. فحاولي يبقى عندها أصحاب في المدرسة، أصحاب من كورس مثلا هي بتاخده، أصحاب من تمرين رياضي هي بتتمرنه، أصحاب من اللي في العيلة، من اللي في سنها، من الجيران، من المسجد. خديها وروحوا جمعية خيرية. الجمعيات في الصيف بالذات مليانة بنات زي الفل بيتطوعوا وبيعملوا أعمال خيرية وبتبقى شخصياتهم سوية وجميلة. حلوة قوي إن بنتك تتصاحب عليهم. وخلي بال حضرتك إن أنا بقولك خديها وروحوا رحلة مثلا مع بعض، خديها وروحوا جمعية خيرية. لأن وهي في مود مش حلو وارد جدا لما تقولي لها روحي يا حبيبتي الجمعية الفلانية أو روحي الكورس الفلاني ترفض تروح. لكن خديها وشجعيها وروحوا مع بعض أكتر من مرة لحد ما هي تبدأ يعني تختلط بالمجتمع ده ويبقى عندها صحاب وتقدر هي تتعايش معاه. لما يبقى عندها كوميونيتيز كتير وعندها بدل الشلة 3 و4 وشلة منهم قررت تغلس عليها ولا تقلب عليها، بنتك مش هتنهار، هيبقى عندها ناس تانية تخرج معاهم وتكون معاهم علاقات. الموضوع ده مش بس هيساعدها ان هي يبقى عندها صحاب كتير متنوعين، ده هيثقل شخصيتها جدا ويخليها تعرف تتعامل مع ناس من مختلف المجتمعات ومن مختلف المستويات. ودي حاجة مهمة جدا ومهارة هايلة ان بنت حضرتك تتعلمها وهتستفيد منها كتير في حياتها.